بسم الله. في الفيديو ده هنجاوب على سؤال بسيط جدا: ليه الجافا سكريبت بتطلع السطر ده فولس؟ احنا لو عملنا رن هيطلع فولس. طب هو ليه فولس؟ علشان منطقي جدا ان احنا نتوقع ان السطر ده ممكن يطلع ترو، وده منطقي لان الاتنين اري نفس الشكل نفس الارقام نفس الترتيب. طب ليه جافا سكريبت ممكن يطلعهم فولس او يقول لك لا ده غلط؟ طيب، هندخل هنا في الفكرة الأساسية. الفكرة المهمة في جافا سكريبت هي بتعمل إيه؟ هي بتقارن المحتوى مش بتقارن العنوان. يعني إيه؟ يعني كل أري بنعمله بيتخزن في مكان مختلف في الذاكرة، حتى لو الاتنين شبه بعض كل واحد ليه عنوان خاص بيه. زي المثال ده بالظبط، زي ما احنا شايفين كده. يعني أنت ممكن تعتبر إن عندك نسختين من نفس الكتاب، نفس الاسم ونفس الصفحة، لكن لكل نسخة موجودة في مكان مختلف. هل النسختين دول نفس النسخة؟ مش هل هم متشابهين ولا لأ؟ لو هنوضح اكتر نعمل ايه؟ هناخد ده كده وهنطلعه بره. احنا هنا بنقارن ايه؟ بنقارن اتنين اري منفصلين. فالسطر بيقول ايه؟ فالسطر بيقول سؤال غلط: هل الاتنين ليهم نفس العنوان؟ والاجابه طبعا لا، فولس. لو احنا عايزين ناخد مثال، مثلا ناخد مثال زي ده كده، مثلا ننزل ده تحت كده، ناخد ده نقول له ال A equal B، ونقول هنا let A بيساوي مثلا array، ناخد واحد اتنين تلاتة. تمام كده، نعمل سيميكولون، وهنا نقول له البي هيساوي الاي. هنا لو عملت رن هيطلع ترو. طيب هنا ليه ترو؟ علشان الاتنين بيشاوروا على نفس الاري، نفس المكان من نفس الذاكرة. الخلاصة ايه؟ ان الاري الجافا سكريبت والاوبجكت دايما بيقارنوا بالمرجع مش بالمحتوى. لو عايز تقارن بالمحتوى لازم تقارن بالطريقة المختصة لده. لو في اي اسئلة عندك ممكن تكتب في الكومنت. شكرا.